احنا بنحب القهوة عشان ما لقيناش اللي يحبنا ونحبه، ولو في اللي يحبنا ونحبه يبقى هنحب القهوة اكتر من ايد اللي بنحبه. عشان كده اتقال القهوة او من تهوى قلت القهوة ممن قهوى. احنا بنحب القهوة برغم مرارتها، لكن مش امر من اللي بنواجهه في حياتنا. عشان كده القهوة سكر الدنيا، وده اللي بيخلينا بنحب القهوة اول ما بنصحى برغم خطورتها على الريق. لكن بالنسبة لنا بتبقى مسكن زي بق المية الساقعة اللي بتشربها قبل ما تنزل من بيتك في عز البرد عشان ما يجيلكش برد. وزي ما بنحب الناس بمميزاتهم وعيوبهم، فالقهوة بنحبها بمميزاتها وكل اشكالها، وبنحبها حتى بعيوبها اللي بتوصل احيانا اننا نتمنع عنها بالامر المباشر من الاطباء لو زدت في شربك ليها عن حد. القهوة تتحب عشان صحيا بتكون مفيدة اكتر من فايدة قرب بعض الاشخاص منك، واللي غالبا كل الضرر بيكون جاي منها. القهوة كل لما شربتها فاتحة، كل لما خدت منها كافيين اعلى، كل لما هيزيد عندك الانتباه اكتر بعد اول فنجان. لكن كل لما شربتها اغمق هتحس انك وصلت للحب اللي يخليك تستغنى عن الكافيين العالي كتير وتاخد منها نسبة قليلة، في مقابل انك ما تستغناش عن شربك لفنجانين او 3 في اليوم. القهوة ملهاش قواعد زي بعض الناس اللي بتطلب منك تهتم طول الوقت بدون ذرة اهتمام في المقابل. على العكس، القهوة كل لما سويتها على نار هادية كل لما خدت منها طعم احلى. ولو ما عجبكش الطعم والمزاج في التركي هيعجبك في الاسبريسو او الفلتر كوفي او الكبسول، او حتى لو كانت ميكس بين القهوة والحليب. يعني تتشرب مرة، تتشرب بسكر، تتشرب محوجة، تتشرب سادة، تتشرب بحليب، تتشرب بشوكولاتة، تتعمل منها كيك، يتعمل منها عصير. هي معاك وما اشتكتش وما قالتلكش انا مش ملزمة بالسكر، ولا قالت لك انا مليت من التركي. لسه عايزني اقول لك ليه حبيت القهوة ومؤخرا بقيت بفضله عن اي حاجة تانية؟ في الحقيقة كمان كل الاحداث اللي حوالينا واللي بتحصل لاخواتنا وبيحصل في حياتنا، وهموم الناس اللي زادت، والوشوش اللي اختفت منها الضحكة، والقلوب اللي شالت الهم اكتر من الفرح، تخلي الواحد يفقد شغفه وبيلاقي نفسه وبعد عن كل حاجة تزود وجعهم. حتى لو كانت في اكلة بتتصور فقدنا الشغف فيها، طول ما في غيرنا مش قادر يجربها بيجيلك برضو احساس صعب يتوصف. في الاول وفي الاخر احنا بشر وبنحس، لكن بنضطر نكمل عشان اكل عيش. وعشان كتير ما بقتش قادر فبقيت بحب القهوة اكتر، لانها سدت نفسي عن الاكل فبقيت مصاحبها اكتر. القهوة زي ما هي اقوى ملين للامساك، هي برضو اقوى حاجة تمسك عقلك من انها تفلت وقت ما بتقابل مواقف تخليك تفقد السيطرة. بتلاقي نفسك بتجري على اي قهوة حتى لو كانت من عربية قهوة صغيرة في الشارع، وربنا يوسع رزق الجميع، وبترضى باي نوع مهما كانت رضائتها في محاولة منك انك تهدي نفسك. بتكتشف وقتها ان ايد لوحدها ما تسقفش. لكن في زماننا للاسف كتير مننا خذلته كل الايادي اللي بتتمدله، والايد عشان لوحدها ما تسقفش، لكن ممكن تعمل لك فنجان قهوة تنسيك الخذلان. اتمسوا بالعافية.